ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اتمنى انه يكون كله في سنتراكس. المهم انا كنت عملت فيديو من سنتين عن ازاي تكون سوبر هيرو في مصر، والفيديو ده بالنسبه لي من فيديوهاتي المفضله لاني كنت بتكلم عن اكتر حاجه بحبها وهي السوبر هيروز. لكن ساعتها انا كنت بهزر، والنهارده انا جاي اتكلم عن السوبر هيروز، بس المره دي انا جاي اتكلم بجد، وهتكلم عن سؤال بقاله فتره في دماغي: هو احنا ليه اصلا بنتعلق بالسوبر هيروز؟ خلونا قبل ما نخش في موضوع السوبر هيروز اتكلم عن مصطلح فرعي من السوبر هيروز، وهو مصطلح الانتي هيروز. مصطلح الانتي هيروز ده بيتقال على كذا شخصيه زي ديد بول وبانشر وفينوم، ومش شرط الشخصيات عندها سوبر باورز، عندك برضو والتر وايت من بريكنج باد، ده يعتبر انتي هيرو. هو بيساعد الناس، لكن في نفس الوقت هو برضو بيعمل مواد مخدره. فده ياخدنا لسؤال تاني: يعني ايه اصلا انتي هيرو؟ المهم ان الانتي هيرو ده ولا منه السوبر هيرو ولا منه فيلن، يعني حاجه كده في النص. هو بينقذ الناس وبيساعدهم، لكن هو ما بيعملش كده غير لو ده بيخدم مصلحته الشخصيه. يعني مثلا زي ديد بول لما اتعملت تجربه عليه وجسمه اتشوه وخد قوته، كان عايز يخلص من الشخص اللي شوهه كده، مش عشان هو عايز ينقذ الناس منه لان هو مؤذي مثلا او حاجه. هو كان عايز يخلص من الشخص اللي عمل فيه كده، مش عشان هو شخص وحش او اذى ناس كتير، لا، هو كان عايز يخلص منه علشان ياخد حقه. يعني من الاخر كده، لو في شخص فاسد ولازم يتسلم للحكومه او يموت، الانتي هيرو ده ما بيروحش يسلمه للحكومه او يموته غير لو دي حاجه بتخدم مصلحته الشخصيه، زي ان هو بياخد حقه منه او بياخد حق حد تاني منه مثلا. يعني الانتي هيرو ممكن يقتل عكس السوبر هيرو اللي من مبادئه انه ما يقتلش حد مثلا. المهم انا كنت قلت ان انا النهارده هتكلم عن السوبر هيروز، بس انا هتكلم عنهم من الجانب الانساني، هتكلم عنهم كمان ادمين زينا، مش ان هم ناس عندهم سوبر باورز. وهركز على شخصيتين بالتحديد، وهم سبايدر مان وانفنسبل. وانا اخترت الشخصيتين دول لاني عن نفسي بتعلق جدا بالابطال اللي حياتهم فيها مشاكل وملخبطه، وكمان علشان هم قريبين من سني. المهم انا عايز ابتدي بشخصيه سبايدر مان الحقيقه، لكن انا قلت ان مش هتكلم عن اي سوبر باورز، انا هتكلم عن الشخصيه ذات نفسها اللي هو بيتر باركر. احنا كلنا عارفين ان بيتر باركر مراهق عنده من 16 ل 21 سنه. في اغلب قصص سبايدر مان بيشتغل مصور في مجله الديلي بيوجل، وبيبيع الصور دي لجونا جي جيمسون. وفي اغلب القصص بيحب ماري جين واتسون ومش مديها الوش. خسر اهله وهو في سن صغير، وكان عايش مع عمه وعمته، العم بن والعم ماي. ده متوسط او افريج حياه شاب من 18 ل 21 سنه، يعني كلها مشاكل طبيعيه وبشريه ممكن اي حد يمر بيها. انا كنت قلت الفيديو اللي فات، ولو ما شفتوش روح شوفه، ان لما كنت بكتب قصص كنت حاطط فيها الشخصيات من الواقع بتاعي. والصراحه في بيتر باركر كتير في حياتي، وده لان احنا يعتبر مشاكلنا واحده. احنا كمان كلنا يعتبر شغالين فريلانسرز، احنا يعتبر زي بيتر باركر في القصه، احنا بنعرض خدمه ويا تتباع يا لا، زي ما هو بالظبط كان بيعرض الصور على المجله ويا تتباع يا لا. فده طبعا بيعمل ازمه ماديه لان الدخل مش ثابت، وكمان احنا مرينا بتجارب عاطفيه فشلت او انتهت بشكل احنا مش عايزينه. في اغلب القصص زي ما قلت بيتر باركر كان بيحب ماري جين واتسون وما كانتش بتحبه، فبرضه دي حاجه بيمر بيها اي شاب، انه يفشل في علاقه او البنت اللي بيحبها ما تحبوش او تروح لحد تاني احسن منه. وكمان في حاجه خلتني احس ان الشخصيه دي قريبه مني قوي، ان مثلا خسرت اهلي وانا في سن صغير وانا لسه في اول مرحله المراهقه اصلا، ودي حاجه كانت اثرت فيا، بس كونت فيا حاجات بدري زي ان اشيل مسؤوليه او اني اعتمد على نفسي في سن صغير. زي ما بيتر باركر في اغلب القصص خسر اهله وهو في سن صغير زي ما قلت، وكان عايش مع عمته وعمه، فكان بيشتغل عشان يصرف على نفسه. المهم انه مش شرط انه تكون خسرت حاجه علشان تحس ان بيتر باركر قريب منك، بالعكس انت ممكن يكون عندك مشكله ماديه او دخلت في علاقه فاشله، فده كون فيك حاجه. يعني تقريبا كل واحد فينا فيه بيتر باركر يعني مستخبي. في نقطه تانية كنت عايز اتكلم فيها الصراحه عن بيتر باركر، وهو موضوع الهويه السريه. صراحه انا بشوف الموضوع ده من منظوري ان بيتر باركر مش خافي هويته علشان مثلا خايف ان حد يأذيه او خايف ان حد يأذي الناس اللي بتحبه، لا بالعكس، انا بشوف انه عمل كده لانه لو كشف هويته في ناس هتستغله او هتبقى معاه، مش عشان هو بيتر باركر، لا عشان هو سبايدر مان. والبنت اللي ممكن تعجب بيه هي كمان هتعجب بيه مش عشان هو بيتر باركر، هي هتعجب بيه عشان هو سبايدر مان وبطل المدينه برضو كده. لو كده نقيس ده على الواقع، في ناس كتير جدا بنقابلها بتكون قريبه مننا عشان بس احنا ناجحين في مجال معين او مشهورين، فهم بيعملوا اصحابنا او بيحبونا علشان بس يبقوا معانا مش اكتر، لكن هم ما عندهمش اهتمام تجاهنا احنا كاشخاص اساسا. وبالتالي لو خسرت القدره دي او المكانه دي او الشهره دي، الشخص ده هيعمل اصلا ما يعرفكش. فهنا بيتر باركر كان خافي هويته عشان الناس تحبه كبيتر باركر مش كسبايدر مان. فدي حاجه برضو لفتت نظري في نقطه انه ليه اصلا سبايدر مان خافي هويته ومش سايبها للعامه. في نقطه كمان كنت عايز اتكلم عنها، وهي ان البطل في اغلب الاوقات لازم يتخلى عن حاجات عشان يكمل. يعني شوف انا وانت اتخلينا عن كام حاجه عشان نعرف نعيش ونكمل حياتنا، سواء شغل كان نفسنا نشتغله او شخص كنا بنحبه وكان لازم نتخلى عنه لان الدنيا ما بيننا كانت بايظه. يعني مثلا بيتر باركر في اخر فيلم سبايدر مان نو واي هوم اضطر ان هو يضحي بحبيبته ام جي وصاحبه نيد، وخلى دكتور سترينج ينسيهم هو مين، لانه كان حاسس
ان وجوده كان مسبب لهم مشكله في حياتهم وما كانوش عارفين يخشوا الجامعه بسببه. وده ليه؟ لان لما بيتر باركر اتكشفت هويته ساعتها الراي العام قلب عليه وهاجمه، فعشان ما يحسش ان وجوده مسبب مشكله للاشخاص دي فاضطر ان هو يعمل كده علشان يخليهم يعيشوا حياه طبيعيه. لو جينا نقيس ده على الواقع، انا عن نفسي لما بحس اني عامل مشكله في مكان او وسط ناس انا ببعد عنهم عشان ما اكونش مسبب لهم مشكله. احنا ساعات بنبعد عن حاجات او اشخاص لو حسينا ان وجودنا مسبب مشكله في المكان ده او وسط الاشخاص دول برضو. المهم في مقوله لفتت نظري في كل قصص سبايدر مان، وهي ان مع القوه العظيمه بتيجي مسؤوليه عظيمه. انا بشوف من وجهه نظري ان المقوله دي تنطبق على اي انسان، مش شرط الانسان يكون عنده سوبر باور عشان تنطبق عليه المقولة دي، لانه في اشكال كتيرة للمسؤولية، زي ان الشخص يكون مسؤول عن عيلته دي قوة عظيمة، او ان الشخص يكون مسؤول عن نفسه دي قوة عظيمة، او ان الشخص يحاول يكون احسن كل يوم رغم ان الظروف ضده فدي برضه قوة عظيمة. فعشان كده انا بشوف ان احنا اتعلقنا ببيتر باركر لانه يعتبر شبهنا، بيدور على حاجات كلنا بندور عليها، زي مثلا اننا نشتغل شغلانة كويسة عشان نعرف نكفي احتياجنا المادي، او اننا نبقى وسط ناس بيحبونا، او الشخص اللي احنا بنحبه يبادلنا نفس شعور الحب وما نبقاش حاولنا على الفاضي. فده من وجهة نظري دي كلها مشاكل ممكن اي بني ادم يمر بيها في حياته. المهم انا كده خلصت كلام عن بيتر باركر، دلوقتي هتكلم عن تاني شخصيه كنت عايز اتكلم عنها، وهو انفينسيبل، لان محدش بيتكلم عن الشخصيه دي كتير الحقيقه. المهم انا بشوف انفينسيبل او مارك جريسون هو انعكاس عن علاقه الشاب بوالده، او انه ازاي ما يبقاش زيه ويكسر القاعده دي بانه يكون مختلف عنه. لان مارك كان شايف ابوه اللي هو اومني مان او نولان جريسون قدوه او بطل حقيقي بينقذ الناس، لكن هو اتصدم لما عرف ان اومني مان كان جاي في مهمه علشان يخلي الفولتروميين يغزوا الارض. فساعتها اومني مان عرض عليه انه ينضم ليه ويساعده في مهمته دي، لكن مارك رفض لانه شاف انه بشري وانسان مفيش فرق بينه وما بين البشر دول. فدخلوا هما الاتنين في فايت، وساعتها اومني مان ساب الارض بعد لما الفايت ده خلص. فده كون في مارك حاجه انه ما يبقاش زي ابوه، وغير فيه حاجات وحط فيه مبادئ زي انه ما يقتلش حد مثلا. حتى لما اوليفر اخوه قتل شرير ساعتها مارك راح قال له احنا مش من مبادئنا اننا نقتل الاشرار، احنا بنسلمهم للعداله وهم بيتصرفوا معاهم. فلو جينا نقيس ده على الواقع، في مننا شباب مش عايزين يعيدوا نفس تجربه ابهاتهم ومش عايزين يبقوا زيهم، سواء في طريقه تعامل او طباع مشتركه بيحاولوا يغيروها، او يخلقوا مبادئ جديده لنفسهم وما يكرروش نفس غلطات ابهاتهم وما ياخدوش قرارات غلط زيهم. لو شاب ابوه كان بيعامله وحش فده هيكون في حاجه انه لما يبني اسره عمره ما هيعامل اسرته دي بطريقه وحشه، او لو مثلا كان بيتضرب فده هيخليه لما يكون اسره ما يضربش ابنه او بنته لانه مش هيكون عايز يكرر نفس الموضوع اصلا. فمارك هنا كان انعكاس عن النضج والتغيير وكسر القاعده، وانه مش لازم دايما نكرر التجربه، لا احنا لازم نفكر بره الصندوق، وان مش لازم نحط توقعات عاليه على اشخاص لانهم ممكن يخذلونا، واننا ما نكررش نفس الغلطات بتاعت اهلنا، لا بالعكس احنا نحاول نكون احسن. لان مارك ما كانش حابب انه يكرر غلطات ابوه في اخوه الصغير، وكان دايما بيحاول يكون احسن منه قدام مامته. فمارك بالنسبه لي من احسن الشخصيات اللي لو ركزت في جوانب حياته هتلاقيه بيقول انك مش لازم تبقى نسخه من اللي قبلك، وانك لازم تخرج بره السياق وتعمل لنفسك مبادئ جديده تبقى منها شخص احسن لنفسك برضه. المهم في نقطة كمان كنت عايز اتكلم عنها، انه مش شرط يكون عندنا سوبر باور عشان نبقى ابطال، لا كل واحد فينا عنده سوبر باور خاصة بيه وبتختلف من شخص للتاني، لكن المهم انك برضو تحاول ما تكونش نسخة وحشة من نفسك، حتى لو اتأذيت، حتى لو اتظلمت، حتى لو بقت الدنيا كلها ضدك. لان في فترات انا عشتها واصحابي دول عاشوها كانت الدنيا كلها ضدنا ومع ذلك ما بقيناش اشخاص وحشة، بالعكس الظروف دي كونت فينا حاجات عشان نكون اشخاص احسن لنفسنا ونكون اشخاص احسن للناس اللي حوالينا. حاول ما تكونش نسخة وحشة من نفسك، وحاول ان انت ما تردش الاذى باذى. برضو في حاجات احنا بنتاذي فيها او بنتظلم فيها، في ناس ممكن تردها باذى، لكن انا من وجهة نظري انا لو جه حد اذاني انا ما بروحش اذيه، لا بسيبه. المهم انا حاسس اني طولت عليكم وحاسس اني رغيت كتير قوي، بس اتمنى اكون وصلت وجهة نظري في موضوع السوبر هيروز دوت، لان انا بحب السوبر هيروز جدا. يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان بكسف اطلب منكم، ويا ريت تعملوا فولو على الانستجرام. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.